سيدتي الجميلة، يومك سعيد. لو بتدوري على شعر صحي ولامع وبيطول بانتظام وفروة راس خالية تماما من القشرة، تابعيني لآخر الفيديو. هقدملك وصفة هايلة من وصفات الحنة بمكونات متاحة ومتوفرة في بيوتنا كلنا. أنا النهاردة استخدمت حنة نوبور الهندية والمعروفة. لو مش متاحة عندك أو سعرها غالي شوية، ممكن تستبدليها بحنة 5 خمسات، وهي من أحسن أنواع الحنة اللي موجودة في السوق للشعر. تاني مكون عندي هستخدمه في الوصفة دي هو الزبادي، وكل ما كان تاريخ صلاحيته قرب على الانتهاء كل ما كان أفضل، وهقولك السبب وانتي بتتابعي الفيديو. تالت مكون عندي في الوصفة دي هو الكركديه. هستخدم منه تقريبا 4 معالق كبار. معلقتين منهم هغليهم مع كوبايتين مية، ولما يدفوا هعمل بيهم العجينة بتاعة الحنة. المعلقتين التانيين هطحنهم وهخليهم زي الباودر الناعم جدا علشان أخلطهم مع بودرة الحنة. كتير من البنات ما يعرفوش إن الحنة فيها مضادات البكتيريا ومضادات الفطريات، وده السبب اللي بيخلي الحنة تقضي على القشرة لو استخدمناها بانتظام. الحنة كمان فيها فيتامين إي، وفيتامين إي بيخلي الشعر ناعم جدا لو استخدمنا الحنة بانتظام. كمان الحنة فيها بروتينات ومضادات للأكسدة هتعالج تقصف أطراف الشعر لو استخدمناها بانتظام. الحنة كمان فيها مادة التانينز، ومادة التانينز هي اللي بتعزز اللون اللي موجود في شعرنا، وبالتالي هي بتأخر ظهور الشعر الأبيض ده لو استخدمنا الحنة بانتظام. ودايما بأكد إن لازم الحنة نستخدمها بانتظام علشان يبان مفعولها وتبان فوائدها. يعني مثلا ممكن تستخدميها مرة كل شهر أو مرة كل شهرين، وشوفي كل النتائج الجميلة دي وكل الفوائد الهايلة دي من الحنة في خلال من 6 شهور لسنة. بعد ما غليت الكركديه في كوبايتين من المية، صفيته كويس وسبته يبرد شوية، وهو دافي هبتدي أضيفه واحدة واحدة على الباودر بتاع الحنة المخلوط بالباودر بتاع الكركديه، وابتدي أقلب لحد أما أوصل لقوام متجانس، وهوريكم القوام اللي المفروض تكون عليه. إضافة الكركديه في الوصفة دي بيخلي اللون يطلع بني محمر ولا أجمل صبغة. هنفضل نزود الكركديه واحدة واحدة لحد لما نوصل لعجينة تكون سميكة شوية، لأن احنا لسه هنضيف الزبادي، وده اللي هيزود الليونة بتاعة العجينة. هو ده القوام المطلوب قبل ما أضيف الزبادي. أنا دلوقتي هضيف الزبادي، وزي ما قلتلك في أول الفيديو، كل ما كان تاريخ الصلاحية بتاعة الزبادي قربت على الانتهاء كل ما كان أفضل، لأن درجة الحموضة فيه هتكون أعلى. لما أحطه على الخليط اللي عندي هو هيوفر درجة حموضة عالية في الخليط، وبالتالي الحنة هتطلع كل الصبغة اللي فيها، لأن الحقيقة إن الحنة مش بتطلع الصبغة بتاعتها غير في وسط حمضي. أنا كده استفدت من الزبادي في حاجتين: أولاً الزبادي مرطب هايل جدا للشعر، وتاني حاجة إنه وفر لي الوسط الحمضي أو ال pH الحمضية اللي هتخلي الصبغة بتاعة الحنة تطلع. هفضل أقلب فيه كويس جدا جدا لحد أما العجينة تبقى متجانسة، وده القوام المطلوب.
لا تكون لينة قوي ولا تكون ناشفة قوي. الخطوة دي بالنسبة لك اختيارية، وهي إضافة معلقة من الخل. بالنسبة للزبادي هو وفر وسط كويس جدا حمضي للحنة علشان تطلع الصبغة بتاعتها، لكن أنا بحب أضيف ساعات الخل علشان أضمن عدم ظهور أي قشرة في فروة الراس. هغطي العجينة بتاعة الحنة بكيس من البلاستيك كويس جدا، وبعد كده هقوم لفاها بقطعة من القماش، وهسيبها تقريبا 24 ساعة قبل ما احطها على الشعر. هقولك على سر مش هيعرفه إلا اللي استخدم الحنة لسنين طويلة، وهي إن الحنة اللي بتحطيها بالليل لونها ومفعولها بيكون أحلى بكتير قوي من الحنة لو حطيتيها بالنهار. والسر إيه؟ أنا الحقيقة معرفش، لو تعرفوا اكتبولي في الكومنتس. ده شكل عجينة الحنة بعد ما سبناها 24 ساعة. هتلاقوها عاملة طبقة غامقة شوية من فوق، ولما بتشيلوها بتلاقوا المعجون من تحت لونه أفتح. ده معناه إن الحنة طلعت الصبغة بتاعتها. هنقلبها كويس قبل ما نحطها على الشعر. النهاردة ساعدتني الجميلة منى علشان أوريكم أنا بحط الحنة على الشعر إزاي. أهم حاجة إن الشعر يكون مغسول كويس جدا بالشامبو، معلهوش أي زيوت ولا أي إضافات، ويكون الشعر ناشف. دي الطريقة اللي أنا بحط بيها الحنة على الشعر. ببتدي من فروة الراس من قدام، باخد خصلة وأحط على الجذور لحد أطراف الشعر، وبلفها زي الكحكة، وبكرر الطريقة دي لحد ما أخلص الشعر كله. بعد كده بحط بونيه على الشعر وبلفه بأي طرحة تكون قطن، ولو احنا في الشتاء ما ننساش نلبس سكارف علشان ندفي رقبتنا كويس. لأفضل نتيجة أنا هسيبه على الشعر من 4 ل5 ساعات، وبعد كده هغسل الشعر كويس جدا بالمية الدافية بس، وبعد كده هعمل حمام زيت أو حمام كريم لشعري واسيبه من 12 ل24 ساعة. بعد كده أقدر أغسل شعري بالشامبو، ودوت لأفضل نتيجة والأحلى لون. جربوا الوصفة دي وصدقوني مش هتندموا أبدا لو استخدمتوها بانتظام، وشوفوا نتائجها ومفعولها على الشعر. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الإشعارات بالفيديوهات الجديدة اللي هنزلها إن شاء الله. مع السلامة.